السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذه غادي نخدم معكم واحد لا كوموند ديال واحد العروسه اللي فيها 30 كموسه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا فيها 30 كموسه، وفيها هنايا 9 ديال الشميعات، هاد الشميعات الصغار، وكاين هنايا جوج شميعات كبار، جوج شميعات بالاسماء، وحده فيها ويلكم تو ماي حنه، ومعاهم مقال ديال السكر اللي كيجي بهذا الشكل. الطريقه غادي نشاركها معكم في الفيديو، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اذا كنتي اول مره غادي تدخل القناه ديالي ما تنساش الاشتراك بالقناه مع زر الاعجاب وكومونتير سواء كان سلبي او ايجابي. اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي الكموسات. الطريقه راكم ديجا عارفين كيفاش كنخدمهم، اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو هذا راه غيتبع معايا الطريقه كيف كنديرهم. غادي نحتاجو توب مبرة زبده في قياس متر ونص هكاك، المهم قياس متر ونص. غادي نطراسيو التوب القياس اللي بغينا ديال الكموسات، هاهي كنطراسيوهم في الظهر ديالهم ستيلو ولا بقاله، ومن بعد كنبقاو نقطعوهم دوائر، نقطعوهم ونطلقاو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا انا قطعت الكونتيتي اللي غادي نحتاج 30 كموسه، كيجيو بهذا الشكل هكا دائري. من بعد كنولي كندوز ليهم الخياطه بهذا الشكل هذا. اللي بغى الطريقه بالتفصيل راه كاينه في الفيديو ديجا كنت صورته، كاين طريقه بالتفصيل انا غنحط لكم في صندوق الوصف. كندوز ليهم الخياطه هكا كاملين، من بعد كنولي كنعمرهم وكنزيرهم من هنا، كنزيرهم مزيان. انا غنوريكم الطريقه من بعد. غير هي كيخص الحنه خاصها تكون منقيه ومحيد فيها العواد باش ملي كنجيو نعمروهم ما كيتكناش داك العود ديالهم، ولا كيشد لنا واحد ليسباس اللي يخلينا ما نجمعوش الكموسه كيف ما هي. كناخذوا الخيط على 3 الشعرات باش ما يتقطعش لينا، وكنبقاو ندخلوه في الثوب هكا ونخرجوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وانا غاديه حتى كنكمل الدوره كامله. المهم من بعد ما عمرتهم هنايا كيف كتشوفوا هنا عمرتهم بالحنه، غادي نبقى نعمرهم ونبدا نجمعهم من هنايا في هاد الخيط اللي درنا هنايا. نبقى نجمع وكنزير، وغير بشويه باش ما يتقطعش لكم الخيط.
دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي توزيع ديال الشمع. غادي نحتاجو عقيق شميشات ولا عقيق نصاصي، وهاد لي زيستراس هادو بالخضر كتشوفوا هنايا كيلصقوا غير بلاكول ولا بالساهن. وهنا غادي ناخذوا غير الشمع العادي ديال 60 ريال، ها كيف كتشوفوا هذا غير العادي. ومن بعد غادي نبدا نقش عليه بالساهن غولييف دوغي اللي ديجا خدمت معكم فيه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشميعات الصغار. من بعد ما سالينا الشميعات الصغار غادي ندوز للشمع الكبير. الشمع الكبير هنخدم معكم هنايا الوريضه، الكتابه راه ديجا كتبتها. هنخدم معكم غير هاد الشميشه هادي، اختاريت فيها هاد البوله كبيره خضراء، كنفيكسيها بالبيستولي اولا بالساهن. الا فيكسيناها بالساهن كنخليوها حتى كتنشف مزيان، عاد نكملوا الخدمه ديالنا. درتها بالبيستولي. غادي نخدم عليها الورده كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه اللي غادي تجي سهله وخفيفه. نفس الزوقه غادي نخدمها في الشمع الاخرين. هنايا خديت الشمعه الثانيه اللي هي غيكونوا فيها جوج شمعات، وحده فيها بلال وحده فيها شهرزاد، اللي طبعت فيها السميه بالطريقه اللي غادي نوريكم في السكر. راني صورت ديجا في السكر الطريقه كيفاش تطبعتهم. من بعد ملي كنطبع كنعاود نطراسيها بالساغن عادي كيف ما طراسينا في الشمع الصغير وكيف ما غنطراسيو في السكر. دابا من بعد ما سالينا الشمع غادي ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي قلب ديال السكر.
كيف كتشوفوا هنايا درت الصينيه باش ما يتفرتش ليش السكر مع كيط القصانيده ديالو. دورت على السكر، دورت عليه السينته خضراء. دابا غادي نصاوب معكم البابيون اللي غادي نحطو فوق ديك السينته. راه ديجا الطريقه كنت صاوبتها معكم في لي بغاسلي شحال هادي، غنحط لكم لا فيديو في لا ديسكريبسيون اولا صندوق الوصف. هانتوما كيف كتشوفوا انا صاوبت البابيون كنقطعها، ومن بعد غادي ناخذ البيستولي غادي نلصقها فوق من داك السينته اللي درت على السكر. كتجي بهذا الشكل خفيفه وما كيجيش داك السكر ثقيل بزاف. ومن بعد غادي ناخذ نصيصه داك العقيق نصاصي، غادي ندير به وريضات كيف ما درتهم في الشميعات. من بعد ما سالينا هاد الوريضه هادي لتحت ديال قالب السكر خاصنا نديرو فيه السميات. غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدموا السميات. كندخلوا للتليفون، كندخلوا للمصمم العربي، كنختاروا مساحه حره وناخذوا اللون الابيض ونكتبوا فيه السميات اللي بغينا. غادي ناخذ شهرزاد وبلال. من بعد كنكليك على فاليدي، كندخل كنختار الشكل ديال الكتابه اللي بغيت. هما كاينين بزاف ديال انواع الكتابه، انا كنختار اللي عجبني فيهم وكنخدم به. كنديرو اونغرا باش كتجي الكتابه كبيره. الغرا هي اللي ديك لا لتر بي اللي في الفوق، هاي كيف ما كتشوفوا هنايا راه ولات زرقاء. كنسوفغاردي حفظ الصوره، كنسوفغارديها في لي غالري. من بعد كناخذوا ديك توش كلوك اللي هي كتفيكسي لنا كتفيكسي الصوره باش منين نبغيو نرسموا عليها ما تبقاش تزازع. كناخذوا لاطاي اللي بغينا ديال السميه. انا كيف كتشوفوا معايا هنايا انا كنعبر بالورقه لاطاي اللي بغيت. من بعد كندخل لابليكاسيون كتفيكسي لي التصويره وكنرشم عادي من فوق الورقه حتى كنسالي الرشمه. كنكليكي على ديك القفل، كنبقى موركه عليه حتى كدور ديك السينته كاملها. ومن بعد كتطلق ليا لاباج عادي اللي نخدم عادي. هنايا راه تقطع ليا الفيديو. المهم انا طبعت بهاد البابي طبعته بالورانج اولا بالاحمر. كنطبع عليه من بعد كناخذ السيغن وكنعاود من فوق منه. بالحق منين نطبعوه ما نمشي في البلاصه غير نطبعوه ونوضو نخدمو. كنخليو حتى كيدخل داك البابي كيشد راسو مزيان في السكر باش من بعد منين نديرو السيغن ما يسيحش لنا. من بعد دابا كنكتبوا عادي بالسيغن كيف ما كنكتبوا في الشماع ولا في الاخر، ما عندنا مناش نخافوا منه، بحال السكر كنخدموا عادي.
كتشوفوا معايا هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكميميسات من بعد ما درت ليها الخميسه والاستخاص. كيجي بهذا الشكل هذا. هنايا العدد ديال 30 حبه. وبالنسبه للشميعات ها هما الشكل ديالهم كيجي. كيجيو بهذا الشكل هذا. الشماعه الكبير ها هي هذه باسم بلال. واختها باسم شهرزاد. بنفس الشكل. وهنايا القلب ديال السكر اسم بلال وشهرزاد. درت لها هاد البابيون هنايا وهاد السواقه هذه بحال التاج من الفوق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلا جيم ولي كومونتير. دمتم في امان الله. الى فيديو اخر ان شاء الله.